السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في حلقة مميزة جدا احنا بنتكلم فيها مع حد من الناس اللي بيشتغلوا بالشوكة والسكينة. يعني من الناس اللي انا فعلا لما بشوف شغلهم انا ببقى عارف الشغل قبل ما اشوف الاسم. ليه؟ لان هو بيشتغل بروقان، زي ما انا بتكلم دايما في اي حاجة بشرحها. هو الراجل ده بيشتغل من غير حزق. ف... فالنهاردة معانا احمد متولي. اهلا بيك يا احمد. أنا زي الفل يا محمود، مبسوط إن أنا قاعد معاك وشكرا على الدعوة الكريمة. خالص والله. ده عايز اقول لك ايه، انت فعلا من اسرع الناس اللي ردت عليا ووافقت على ان هي تقعد من غير تحضيرات يعني. اللي هو متولي بقول لك يا ايه، ما باشا تيجي يلا معايا بينا. يلا بينا. يلا بينا. طب يا متولي ابعت لك لينك، يلا بينا، انا طالب سندوتش شكله، ويلا بينا ندخل. اسرع بيتشنج حصل. نوفر البطن. طيب بص يا متولي، النهارده الحلقه بتاعتنا احنا بنتكلم في امسك خبره. بنشوف الناس اللي هي الكفحتيه اللي مشيوا في الكارير باث بتاعه، وشاف حاجات كتير قوي في بداياته، وبعد كده بقى مميز. فاحنا عايزين ناخد من خبرته. الفكره بتاعتنا هي امسك خبره. ديجي توكس بنتكلم فيها عن الاول البدايات بتاعتك، وبعد كده بسالك شويه اسئله بتجيلي الناس عايزه تسالها للناس اللي عندها خبره علشان تتعلم منها. فخلينا الاول اسالك اول سؤال، وده استفيد بيه وما تختصرش ولا تختزل. قول لي انت ازاي بدأت، وازاي دخلت مجال الديجيتال، وازاي التريجر اللي خلاك بقى احمد متولي اللي عنده النهارده بيرسونا جروز، وعنده بودكاست بتاعه، وبيسافر السعودية. خلي بالك كل دي محطات الناس بتبص لها، فعايز تعرف وانت عمل ده ازاي. فاحكي لي كده. أوكي، بسم الله. ماشي. في الأول بشكل كامل هو فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، أنا ماليش أي ده يد الحقيقة. فيه. وهو رزق في الأول وفي الآخر. أنا ما كنتش أحلم بأي حاجة بربع اللي عندي دلوقتي. وهو من عند ربنا. أنا لحد هذه اللحظة أنا مش شايف إن أنا عملت حاجة أساسا تؤهلني إن أنا ربنا يجازيني جزاء زي ده. ماشي. فالحمد لله في الأول وفي الآخر. بدأت منين؟ انا فلاح. ماشي. زي عمو عمر محمد، فلازم نذكر الفلاحين. انا من طنطا. انا خريج كلية حقوق عربي تقدير مقبول، ساقط ثانوية عامة سنتين. فكل المؤهلات التي تؤهلك اساسا ان انت تقدر في السياق العادي ان انت تجيب فلوس، فهي مش موجوده ولا ليها اي علاقه بالسيتويشنز اللي موجوده في الوقت الحالي. ماشي. في يوم من الايام رحت لهشام اخويا اتبسط جدا بالحته دي. رحت لهشام اخويا قلت له بقول لك ايه، انا عايز اشتغل في مجال الكتب. انا انترستد جدا بريد تو ليد، وانترستد جدا بالتوبكس. زمان كنت براب وبكتب شعر ومش عارف إيه، فالموضوع كان مستهويني شويه. فقلت انا هروح ابدا ان انا اشتغل في مجال الكتابه. وبدات ان انا قبل مجال الكتابه كنت بشتغل في الليرنينج اند ديفلوبمنت. كل اللي كنت بعمله ان انا كان بيجي لي مواقع الكورسات اعمل لها اوديت. ماشي. اشوف الكورسات لذيذه، الفلو تمام، هل ده التوبكس فعلا الناس بتسال عنها في الوقت الحالي الى اخره. الكلام ده كان في 2016 الى نص 2017، لحد اما جت فرصه كده، لقيت ايجنسي موجوده في طنطا بتقول يا جماعه احنا بندور على كونتنت رايتر. ماشي، كاتب محتوى. انا مش عارف ايه هو كاتب المحتوى، ولا ايه هي مؤهلاته، ولا اي حاجه في الدنيا. كل اللي انا عارفه ان انا كان قبل ما اروح الشركه بحوالي اسبوعين كنت منزل بوست عن موقع اسمه الخطاط، كنت بعمل له مراجعه. بتاع محمد شرقاوي صاحبنا في السعوديه، ربنا يزيده ويبارك له. وقتها البوست ده في 2017 او اخر 2017 2018 بالظبط، مش فاكر تحديدا. البوست ده جونج فايرال، ان انت بوست بتنزله في قبل 2020 هو وصل ل 2000 لايك وشيرز. ولقيت امير شريف وناس كتيره جدا انت نفسك تقعد معاها بتشير السيتويشن. فبعدها لقيت الوظيفه دي قدامي، فرحت قلت لهم يا جماعه والله انا عايز اقدم، انا بعرف اكتب. طيب بتعرف تكتب ايه؟ والله انا بعرف اعمل ده اللي هو انا ما عنديش بورتفوليو، ما عنديش اي حاجه نهائيا غير فكره ان انا عندي 5 6 بوستس على البيرسونال اكونت بتاعي، عاملين ارقام كبيره. تمام. فالحمد لله رب على الرزق والنعمه. الناس وقتها قالوا لي تمام هتنزل تشتغل معانا ب 450 جنيه في الشهر. قلت اوف بقى، فاهم؟ انا بدات اتحرر ماليا خلاص. 450 في الشهر، فانت 15 جنيه يعني انا هقعد على القهوه بالليل براحتي. فاهمني؟
فربنا سبحانه وتعالى نزلني المكان ده وبدات اشتغل. وبعدها بشويه ذا كاب رايتر كانت بتطلع. ذا كاب رايتر كانت بدات، موقع ذا كاب رايتر بدا. رحت واخد اناليسيس، شفت الموقع قدامي، فالصراحه اللي هو ام انترستد باللي انتوا بتعملوه، فرحت كاتب بوست عن الموضوع. لقيت رندا معتز دخلت عملت كومنت جميل جدا ومش عارف ايه، ادتني سبورت محترم جدا. وبعدها سالتني ايه رايك تيجي تكتب معانا؟ ماشي، فليه لا، يلا ماشي. خصوصا ان انت في كذا باب بدأ يتفتح، فاوكي طب تعالى نكمل فيه. في المرحله دي جات لي opportunity ان انا انزل في في سي كانت موجوده في مصر في 2019. كان اسمها تشينج لابس، كانت كومبيتيشن مش عارف ايه، واللي بيكسب بياخد فلوس في الاكسلريتور بمعنى اصح. فانا بقيت فجاه وسط الناس اللي بتعمل ستارت ابس، الناس الكبيره جدا اللي بتيجي تاوديت على موضوع الستارت ابس والفريم وركس والسيت ابس بتاعت الستارت ابس، الكلام ده كله. وبدات احضر الورك شوبس اللي بتتقدم للستارت اب اللي جوه. ماشي، الموضوع بدأ يستهويني لفكرة اللي هو طيب ما هو في حاجة اسمها انتربرينورشيب، تعال نروح نجربها. قبلها بالظبط كنت في اناكتس طنطا وهالت برايس طنطا. ماشي، فكل العوامل كانت بتقول لك ايه، طب ما تيجي نكمل في الكارير ده بشكل كويس. ماشي، ففي البدايه أنا المديرين بتوعي كانوا حلوين، دي احلى حاجه، وده اللي انا بشكر عليه ربنا. وبرضه انا بشكر الناس دايما في كل مره بطلع اتكلم عن حد انا بشكره بعينه يعني. محدش بخل عليا باي شكل من الاشكال في حته الترانسفير نوليدج باي طريقه. انا عايز اتعلم ده، طيب يا باشا خد فرصتك ان انت تتعلمه عشان تفهمه، وتعالى نطبق مع بعض وتعالى نجرب. وانا ما كانش عندي مشكله نهائيه ان انا ما يكونش معايا فلوس، في سبيل ان انا من اول ما بدات انا كنت بتعامل مع نفسي بحاجه لذيذه، اللي هو بص انا عايز اكون من التوب 10 كونتنت كريتورز اللي موجودين في الوطن العربي. ازاي؟ مش عارف، بس انا عايز. هل اللي انا بعمله ده يؤهلني؟ ما اعرفش، بس اللي انا اعرفه ان تعالى نكمل ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. بعد تشينج لابس او في فتره تشينج لابس ربنا كرمني برضو. انا مش عارف انت عارف كايرو تايم ولا لا، بس ربنا كرمني ان كايرو تايم ان انا اكون بتكلم مع عادل رضوان. دخلت لعادل رضوان قلت له بص انا بعمل ده. ماشي، وعايز اكتب معاكم. كان نازل تقريبا ربع فلامنكا او قبل ربع فلامنكا حاجه بسيطه. فقلت له بص انا بعمل ده وانترست ومش عايز فلوس، انا مش عايز اي حاجه، انا عايز اعمل ده. فوقتها اداني تاسك، انا قعدت مطبق على ربع فلامنك اشوف عادل بيكتب ازاي، ورحت واخد كوبي بالظبط. ماشي، انا عايز اقول لك انا رحت لعادل رضوان علشان يعمل لي اعلان لريد تو ليد. كنت هناك، كنت في مره في رمضان تقريبا من 3 سنين، لقيت عنده محمد طاهر اللي هو بتاع فيلم في الخمسينة بيسجل عنده اصلا حاجه. اه وبس اداني سعر كبير قوي فما ما كملناش. بس هي الفكره انا رحت وشفت هناك تحس انها مغاره، فاهم؟ كمل. انت لو رحت، دي من الحاجات اللي علمتني بدري شويه، وكان عندي اخطاء ان انا نسيت الحاجات اللي انا اتعلمتها دي قدام، اللي هو انت مش لازم يعني مكان كايرو تايم كان فاجر عادل كان مأجر الشقة عشان قدام برج القاهرة، فاهم؟ فده مستوى الروقان اللي عادل كان فيه، ربنا يزيده يا رب ويبارك له كمان وكمان. بس فكرة اللي هو جاست كروما وجاست كاميرا، وتعالى نطلع بلاتفورم تبقى من اكبر البلاتفورمز اللي في الوطن العربي في المرحلة دي حاجة انا كنت شايفها اتس ايزي. بس هي بعد ما بدأت ادخل الدنيا وافهم لا، الموضوع ما كانش سهل اطلاقا. ف وقتها وريت عادل ومش عارف ايه، قال لي انت منين؟ قلت له يا باشا انا من طنطا، بس انا نقلت القاهره، انا بنقل القاهره خلاص. قال لي طيب تعالى لي المكتب. ففكره بقى ان انت هتطلع من طنطا تروح الدقي وانت بتقبض 450 جنيه، دي كانت من امتع المغامرات اللي في الدنيا. انت عايز تلو كوست، ماشي، فانت ممكن والله العظيم يعني تعالى بقى نشوف هل هنعرف نجيب النهارده ربع فرخه نتغدى ولا مش هنعرف نتغدى.
فكانت مرحله كنت بروح لعادل، رحت من العادل تقريبا 3 4 مرات، كنت بقعد جنبه وهو بيكتب وبيدينا الاوديت ومش عارف ايه. فانا اتعلمت السكريبت رايتنج ان باور من الناس التوب اللي في الاندستري. وبعدها طلعت اكتر في كذا فيديو، مش فاكر الرقم، 2 او 3 او اكتر، نزلوا على كايرو تايم في الوقت الحالي، وعملت فيوز اراوند تقريبا على التوتال كان معدي ال 15 مليون. ده بالنسبه لي كان رقم باشا انا ممكن اروح ابيع بيه بكره عن الفيديوهات بتاعتي انا اللي كاتبها هناك دي. فانا قادر ان انا اتحرك. ف انا فضلت مع عادل، انا فضلت انا كان عندي مشكله خالص ان انا افضل شغال مع عادل بقيت حياتي فور فري. عادل من الناس اللي انت تحب ان انت تقعد تشتغل معاها، او على المستوى تعامل انا معاه ومعرفتي بيه، لا يعني عادل اخويا الكبير. ثم بعد كده بدأت ان انا اشتغل فريلانسنج، بدأ يجي لي التاسكات اللذيذة بتاعت الفريلانسنج اللي كلنا بنحبها، وبدأت ان انا اخد التاسكس. انا مش فاهم بقى يعني ايه فريلانسنج، مش فاهم اي حاجة. فكرة برضو المقياس ان دي حاجة مهمة جدا. انا كنت بفكر في الاول ان انا جامد جدا، ماشي، اللي ماليش اتنين، ماشي. مع كل ما بطلع على سلمة قدام انا بدأت اكتشف ان انا مش جامد جدا، هو في مليون واحد اجمد مني. هو انت بس جامد عشان انت في الدايرة اللي انت موجود فيها دي، لا اكتر ولا اقل. فانت بتقارن نفسك بالدايرة، لا روح اقعد مع دايرة تانية وهتكتشف ان انت بطيخة قشطة يعني. فانا بدأت اكتشف ان انا بطيخة، ماشي. عايز اقول لك حاجه بمناسبه الموضوع ده عشان الناس بتسمعنا. انا في كده كونسبت اللي هو لو انت في مره حسيت ان انت اذكى واحد في الاوضه سيب الاوضه فورا، خلاص حرفيا، لان انت عمرك دمر ما نفسك. هتتطور. اه خلاص. ف فوقتها سبحان فالمرحلة دي أنا كان عندي 3 أو 4 مديرين، 2 منهم واحد منهم من أمريكا، واحد من الأردن، و2 مصريين، ماشي. ففكرة إن أنت بتجين نوليدج من الناس دي على مستوى كبير، وبتقعد مع الناس دي على قد ما تقدر كل يوم، وتقعد تسمع منهم وتتعلم، تشوف الناس دي بتفكر إزاي. دي كانت من أهم الحاجات اللي أنا اللي ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من كلمة تانية، اللي ربنا سبحانه وتعالى رزق الواحد بيها في بدايته، ماشي. فلو انت جونيور وبتسمعنا نصيحة أخوية، اختار مديرك عن الفلوس، ماشي. ثم بعد كده مرحلة انتقالي للفريلانسنج ومرحلة دخولي الجيش اللذيذة جدا 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 جدا. آه بما اني ساقط ثانوية عامة، بما اني عارف اللي هو يعني كنت بحاول اعدي من الكلية اساسا. انا دخلت جيش، دخلت حاجة معينة كده رخمة. الحاجة دي ده برضو بص من تسهيل ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة دي فعلا رخمة بشكل لا أحد يتخيله. لحد ما أنا دخلت، ماشي. اليوم اللي كان ورايا فيه، اليوم اللي أنا كنت خلاص دخلت وخلصت مركز تدريبي وكل حاجة، سبحان الله في حاجة حصلت خلتني أطلع أخدم بره فترة، ماشي. فجيشي في بدايته الصراحة ما كانش صعب خالص، بدأ يكون صعب في مرحلة معينة بعد فترة معينة يعني. وقتها، وقت اول شهر في جيشي، كلمت اسامه عيسى. قلت له بص يا باشا، انا كان قبل كان في كلاينت نصب عليا قبلها، ماشي. اذكره مش عايز اذكره بالاسم يعني. وربنا يزيده يا رب ويبارك له، ما اعرفش هو سكته فين دلوقتي، بس الراجل ده نصب عليا كان نصب عليا في رقم، ماشي. التاسكايه من الاخر اللي جات لك عشان تخليك تقعد بقيت جيشك بالكامل بتصرف 2000 او 2000 ونص وانت مرتاح، ماشي. فالفلوس دي ما جاتش. في اول شهر في الجيش انا ما كانش معايا بالظبط الا 600 جنيه، 800 جنيه حاجه كده، اللي هو ايه يا دوبك. كلمت اسامه عيسى وقتها، قلت له بص يا باشا، انا عايز اشتغل، ماشي. اول حاجه انا لو قعدت دماغي هتصدي، ماشي، وهطلع متاخر سنه عن الناس اللي في السوق. ف كلم لي عمر محمد، ماشي. عايز اشتغل يعني، شوف هتشغلني فين. قال لي تعالى مقياس، ماشي. وقتها بدأت أتعرف على عمر وحسني وأمير والرجالة المحترمة كلها. وبدأت إن أنا أدخل أشتغل في مقياس از كونفرجن كاب رايتر في 2021، ماشي. قبل ما يبقى اسمه كونفرجن كاب. طلع علينا اللاندايه دي، يعني اللاندايه دي تطلع. و وقتها برضو كنت بقعد، كان كوبي كاست طلع،
كوبي كاست كان طلع برضه في 21. كنت بداونلود حلقات عشري وبداونلود حلقات حازم الصديق. فانا كان معايا بقى الموبايل الصغير ده والكراسه، فانا اقعد اسمع حازم الصديق بيتكلم عن ايه يا باشا. اكتب عشري بيشرح ايه يا باشا، يلا بينا شوفوا يا جاي معاكم بايه. المهم ان انا مش هطلع بالسنه دي زي ما دخلت. ليه؟ كسلم اجتماعي في العالم. انا الحمد لله احنا مستورين الحمد لله كعائلتنا. والدي متوفي وانا عندي 3 سنين، فانا امي كانت شايله المسؤوليه كبيره جدا يعني. اخصها بالذكر، ربنا يديمها لينا ويحفظها ويبارك لنا فيها يا رب، وعلى قد تعبها معانا. فانا كنت شايف ان انا كانت عيبه كبيره قوي ان انا اروح اقول لهم انا عايز فلوس. ما هو انت شحط كبير جدا يا باشا، كفي نفسك. فكنت بشتغل، كنت باخد الجيش بتاعي 21 يوم و9 ايام، بحط الشنطه تاني يوم بسافر القاهره. ماشي، نشوف اكل العيش ده عامل ازاي. وقتها برضو ربنا يسر ان انا اتعرف على اكتر من شخص بيدوروا على حد يقدر ان هو يبروفايد السيرفيسز بتاعتي. فيلا بينا، طيب هتاخد كام؟ والله اللي انت تجيبه يعني. فاهم الستيج اللي انت تجيبه يا باشا. بص انا معاك، بس هو حاجه بسيطه، انا هعمل لك شغل الشهر كله في اسبوع. ماشي، بعد كده انت مش هتعرف توصل لي. انا في الجيش بتاعي، فاللي انا هعمله لك الاسبوع كله لازم نكون متاكدين ان هو 100% سليم، عشان بجد انت مش هتعرف توصل لي الا كمان شهر. فبقى الصبح اللي هو الشركه، بالليل فريلانسنج، تعال ننام 4 5 ساعات عشان نقوم الصبح، وهكذا. ودي كانت من امتع المراحل اللي انا مريت بيها، او اللي اكتشفت ان هي كانت امتع بعدين، وفهمتني ان انت عندك باور. ان انت لو اتحطيت في مشاكل معينة او تحديات معينة، ان انت لا يعني، بص يا احمد، انت راجل، فانت هتعرف تتعامل. فروح اتعامل وربنا يزيدك يا رب ويبارك لك. و اكتشفت جانب تاني انا ما كنتش عارفه عن نفسي بكل بساطة خالص. لحد اخر جيشي، وقت بعد 6 شهور تقريبا او 7 شهور، سبت مقياس، او هم سابوني مش فاكر. بس هي قصة ان انا كنت بشتغل لهم 9 ايام دي كانت عاملة مشاكل عند عمر يعني. كان كل شوية حسني يقول لي عمر جوه. مين عمر اللي جوه؟ فاهم؟ فبعد كده بعد 6 شهور تقريبا او 7 سبت مقياس. ثم بعد كده بدأت ادور على ايجنسي تانية، لحد ما لقيت ايجنسي في طنطا. يعني قلت لهم يا جماعه والله السيتويشن 1 2 3 4 4. كنت باخد كام كنت باخد 2000 جنيه في الشهر. ماشي، وانا كنت قبلها اخر سالري واخده مثلا كان 4 اضعاف الرقم ده. ماشي، بس اللي هو يا باشا ده اللي هيجي لي دلوقتي. انا يلا 2000 جنيه في الشهر ده يا محمود في الجيش. انت غني، انت غني غناء فاحش. هو مرتب الجيش كان كام تقريبا؟ 381 382 حاجه كده. فانت يعني ده انت من اعين هو بص، اعيان الجيش اساسا انت ما بتل... انت ما بت... انت بتاخده وانت نازل اجازه. ماشي، فانت محتاج ان انت تصرف وانت جوه. فانا وقتها بقى كنت بسموك جامد. بكون في الشارع كتير، فانا عايز اجيب اكل مش عارف ايه. فلا انت كنت بتصرف جوه الجيش بقى. فانا كنت يعني من اغنية الجيش بال 2000 جنيه دول. ما لحد شاء الله. ما نزلت الايجنسي بتاعت طنطا دي. وسبحان الله ربنا يبارك يا رب ويزيد. قبل ما اخلص جيشي بشهر ونص، في حد من صحابي كلمني. قال لي احمد في اتش ار صاحبنا اسمه احمد، قال لي احمد بيدور عليك مش عارف يوصلك. لو تعرف تكلمه انا هبعت لك رقمه في رساله. انت فين؟ قلت له والله انا في الخدمه، وكنت بخدم في مكان كان صعب قوي في الفتره دي، فما كانش الموضوع سهل. اتصلت بيه، ايه يا ابني في ايه متولي معاك؟ تمام. قال لي في قدامي اوبورتيونيتي از كاب رايتر في شركه اسمها تكنو كلاود. ماشي، وعايزين يعينوا في اسرع وقت. انت فاضل لك قد ايه على الجيش؟ قلت له انا الاجازه دي بعدها 20 يوم، بعد كده انا اقدر اكون معاك. ماشي، فانا قدامي تقريبا حوالي 40 يوم واكون خلصت جيشي. قال لي طيب فاضي تنزل؟ انت نازل اجازه امتى؟ قلت له تقريبا كمان 5 6 ايام. قال لي خلاص انت هتنزل تعمل انترفيو. فنزلت تاني يوم كنت في الشركه بعمل انترفيو. كان وقتها يحيى ابو جنديه هو اللي بيعمل لي انترفيو. يحيى دلوقتي كلاينت عندنا في الشركه.
فيحيى كان بيعمل لي وانترفيوز. يحيى وحشه، ماشي. يحيى رخم ورزل. بس مدير، راجل معاك في ظهرك يعني. انا بعد ما دخلت تكنو كلاود كنت بمر بفتره سيئه من فكره ان انا ما قدرتش ان انا افصل عقلي اساسا من الجيش. انا كنت طالع تعبان نفسيا بشكل مرعب يعني. فنزلت عملت الانترفيو. احمد كلمني بعدها بحوالي اسبوعين متولي، انت اكسبتد، تقدر تيجي امتى؟ قلت له والله انا لو عليا اجي لك دلوقتي، ماشي. وسبحان الله، ربنا يرزق يا رب ويكرم. ده كان في اخر، كان في اول 2022. آه، فكرة ان انت طالع من مرتب شهري 2000 جنيه لرقم مختلف تماما، هي كانت، عارف، كانت صدمة حضارية في دماغي. مسطره. انا كنت قاعد، انا دخلت يوميها اشوف قسط العربية بكام، فاهم؟ اللي هو انا خلاص، انا بقيت من بدري عين قوي دي يا ابن يا باشا، انا بقيت من عين البلد، هي خلصت. ف... فسبحان الله، خدت رقم كبير قوي، ماشي. والشركه اساسا كانت بتسيرف على البرودكتس بتاعتها. فالموضوع كانت ستارت اب. فانا جاي من 5 6 ستارت ابس قبل كده. فلا، الموضوع كان مستهويني قوي ان انا ادخل ابص على عارف حلاوه جمدان الستارت اب. انا اشتغلت في اكتر من ستارت اب مع الايجنسيز ومع اللي حكيته لك. جمدان الستارت اب ان احنا بنعمل كل حاجه، ماشي. فانت ما اسمكش ماركتير، ولا انت اسمك بزنس ديفلوبر، ولا انت اسمك بي ار، ولا انت اسمك سوفت، ما انت ما اسمكش حاجه. انت اسمك التاسكايه دي جايه لك هتعملها، مش بتاعتك هتعملها، ماشي. فالستارت ابس علمتني اللي هو، فهمتني بزنس، فهمتني ماركتينج، قعدتني قعدات سيلز بارقام خزعبليه. انا ممكن ما كنتش بفهم ايه الارقام دي اساسا. فهمتني ازاي اوديت وابص على الحاجه بشكل معين عشان نشوف النورث ستار والفيوتشر اللي احنا رايحينه ده هنقدر نروح ولا لا. ف من فضل ربنا ان ده برضه أنا اتحطيت في طريق يعني. وقتها نزلت الشركه، قعدت حوالي 8 شهور. ثم رحت شركة تانية. قدمت استقالتي بعدها باسبوعين، يعني ما كملتش اسبوعين، ما ينفعش اذكرها يعني. بس اكتر مكان ممكن يجي في دماغك الناس بتقول لك ما تروحوش، ماشي. وانا رحته عشان هم عرضوا عليا دبل السالري، مفيش حاجه تاني بامانه ربنا يعني. انا بعمل انترفيو، قال لي انت بتاخد كام؟ قلت لهم، فانا في الطبيعي انا هزود 20% السنه اللي انا باخده. فانا زودت ال 20%، قالوا لي طيب انت هتاخد كذا. فانا شفت الرقم بقى انت محمود بتترقى اجتماعيا. ابيع نفسي يا باشا. يا باشا، انا برودكت، شوف انت جاي معاك بايه، انا جاهز. فعارف انا ترقيت اجتماعيا كده مره واحده. فاللي هو انا موافق. المره دي قسط الطياره بكام؟ بقى لا، مش قصة هي العربية ما نفعتش عشان لقيتها محتاجة مقدم كبير. فأنا كنت هقعد أحوش 4 5 شهور. فلا، أنا طالع تعبان، أنا عايز أتبسط، فاهمني؟ ف والله. ف فوقتها عرض عليا دبل السالري. قلت له يا باشا بص، أنا معاك، مش هنتناقش. أنا معاك، أنا حابب الشغل جدا، ماشي. أنا عارف والله العظيم، أنا كنت بسمع عنهم أسوأ حاجات ممكن تتسمع في الماركت، ماشي. بس مش الرقم مش زغل العيني بجد، لا. يا باشا والله انا جاي. انت بتفكرني بالمشهد بتاع مرجان احمد مرجان. لقد تسرعنا في الحكم. اه انا عايز دي فلوس، انضف شركه في التاريخ. انا عايز فلوس. فرحت وقتها، بدأت شغل معاهم. 10 ايام بالظبط واستقالتي كانت على مكتب المدير، ماشي. انا بقى كنت حاسبها فلوس، ماشي. انا دخلت جوه لقيتها حاسبها صحة، حاسبها ذهنيا، انا هتجن في وقت بسرعة قد ايه. حاسبها في ان انا، حسابات كتير قوي ما خدتش بالك منها. بص، في مرحلة معينة، وده انا براعي فيه اي حد في بداية كاريره او في منتصف كاريره. حقه مليون في المية ان هو يكون بيدور على الفلوس، ماشي. لان لو الفول تايم هو المصدر الرزق الوحيد، فهو محتاج ان هو يتكفى نفسيا ومعنويا وماديا، ماشي. فانا شفت فكرة ان انت في حاجة الى المادة عشان تقدر ان انت
تتحرك بشكل بس احسن شويه، ماشي. وسبحان الله، ربنا يزيد، ربنا يا رب يرزق ابويا الفردوس الاعلى. انا ابويا ميت وانا عندي 3 سنين، وفضل يصرف عليا وانا لحد ما بقى عندي 21 سنه، ماشي. ف ما ف شاء الله. فالفكره ان انت ما كنتش معاك فلوس، بس انت عايز فلوس. هي دي النقطه بقى، فهمتني؟ فوقتها قدمت استقالتي بعد 10 ايام. قلت لهم يا جماعه والله انا هتعب نفسيا منكم. الموضوع جاي عليا جدا. الموضوع هيسبب لي مشاكل كبيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الموضوع هيكون مؤذي ليا. اديت لهم كل المبررات اللي ممكن ياخدوها في الكوكب، ماشي. والله لا، انت استقالتك مش متوافق عليها، هنقعد مع بعض. اوكي، اسبوعين تاني رحت رايح مقدم الاستقاله تاني. كنت اكتشفت خلاص ان انت مهما قدمت المكان ده اصلا، انت مش هتاخد اي حاجه نهائيا مهما حصل، ماشي. وكل اللي انت هتعمله ان انت عمال مش هقول لك ان انت بتشيل شغل، احنا بناخد يعني احنا بنشتغل عشان احنا بنشتغل، ماشي. بس انا لو فضلت قاعد 20 سنة، فانا هكون قاعد بعد 20 سنة على نفس المكتب اللي انا قاعد عليه. فده ما كانش مرضي ليا. والهيكل الوظيفي ما كانش سليم، والهيكل الاداري كان كارثي، ماشي. يعني احنا المفروض كنا مسؤولين عن لانشنج فور برودكتس للشركه دي، للشركه اللي انا رحتها، اللي انا قدمت استقالت فيها، التكنو كلاود، ناس جميله جدا. الفكره ان انت قاعد مع المانجر بيسالك يعني ايه اس اي او. فبقتها ايه بقى، خلاص كده هي خبطت المانجر. احنا بعاد قوي. هو لا، انا عايز اوصلك على حاجه، هم كانوا بيرفدوا البورد كل شهرين. هم كانوا حاطين كي بي ايز. هم بالظبط بيعملوا ايه، بيعملوا تعيين كل 3 شهور للبورد بالكامل، ماشي. فانت ما بتلحقش تفتح لابك عشان تعمل حاجه. فاهم الاوبشن؟ احنا هنيجي كل شهرين نغير كل الدايركشن اللي احنا شغالين بيه. فوقتها سبتهم. ودي كانت تعتبر اخر شركه انا اشتغلت فيها فول تايم، ماشي. وقتها قلت بكل بساطه، والله يا باشا انت بتعمل القرشين دول منهم، والناحيه التانيه بتعمل 4 قروش من الفريلانسنج كمعادله. انت لو بتاخد 2000 جنيه منهم، فانت بتعرف تعمل 4000 جنيه من الفريلانسنج. لو استغنيت عن ال 8 ساعات وعن الشحططه دول، هتقدر تخلي ال 4000 8، ماشي. فبدل ما هتكون بتاخد 6 توتال 6، هتخليه توتال 8. وقتها مشيت، وبدات فكره اللي انا هبروفايد كونتنت كريشن سيرفيسز للشركات بشكل كامل، ماشي. بعدها بفتره صغيره جالي بوزيشن سي ام او، ماشي. البوزيشن عام عيني، ماشي، اللي هو شيف ماركتنج اوفيسر في شركه في السعوديه بقى. ومرتب بالدولار. يا باشا يا باشا انا جاي، ماشي. فاول تريجر كان الفلوس في الاول. دلوقتي بقى الفلوس والبوزيشن، وانت ما عندكش جود انفورميشن اساسا بشكل واضح. وانت مش قد ان انت اشتغلت وحطيت ايدك وطلعت ارقام وبتعمل كل حاجه، بس انت مش سي ام او. انت كل ال4 او ال5 سنين اللي انت اشتغلتهم كدول، انت بتبوزيشن نفسك از كونتنت كريتور جوه الشركات. وفي نفس الوقت في الفريلانسنج تعالى نران ادز شويه، تعالى نعمل مش عارف ايه. بس يا صاحبي مش تدير شركه، فاهمني؟ فقلت بس يعني دخلت قعدت 6 شهور. كان سي ام او بارت تايم. كان في الرايق منه الصراحه. كان رقم دولاري لذيذ جدا. اللي انا كنت بعمله بقى في الفريلانسنج كله من سورس واحد. بفرح اكتر. بدات اخد على دماغي بقى. بدات استوعب في اخر في اوائل 23 من سنتين ان هي مش بالفلوس ولا بالتايتلز. طب ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ انت قعدت شغال 5 سنين، بدأت تعمل فلوس كويسة جدا. آه، بس اللي انت بتعمله التنطيط ده مش هيوصلك لحاجة اصلا. بلس هي مش بالتايتل نهائيا. انت وقتها بدأت اتعرف على الشباب الصغيرة اللي عندهم 2 3 اللي في يو كي، ماشي، وفي امريكا. اللي هو ما عندوش تايتل، هو ما عندوش اي حاجة، بس بيعمل $25,000 في الشهر، فاهم؟
فيا جماعه هي بجد ملهاش علاقه بالتايتل، وملهاش علاقه اللي انت حاطط على نفسك، ملهاش علاقه بكل ده. ما بقى اكتشفت ان هي ملهاش علاقه اصلا. فوقتها بدات اهدى شويتين ثلاثه، وابص على عالم الديجيتال بشكل مختلف. هل اللي انت بتعمله ده هيوصلك في حاجة للنهاية مرضية ليك ومرضية لأسرتك، وهتقدر تبني عليها مستقبل ولا لأ؟ لقيت الإجابة كانت لأ. رغم ان انت بتعمل فلوس، ماشي، بتعمل فلوس كويسة جدا، لكن الإجابة كانت لأ. الإجابة لقيتها ان هي مدمرة لصحتي، مدمرة. كنت وقتها، انا ما اعرفش انت عارف احمد سعيد ولا لأ؟ احمد سعيد بتاع طنطا، صاحب عمر عبد الرحمن اللي بيخسروا اه مع بعض. طبعا، اه طبعا، اه عارف. وقتها وقتها كنت ماسك السوشيال بتاعت يو مان. فاحمد وقتها قال لي كنت انا بنام 3 4 ساعات في اليوم، فاهم؟ فبتصل باحمد الساعه 2 بالليل اقول له على حاجه في الشغل ومش عارف ايه. فوقتها قال لي انت بتموت، يعني اللي انت بتعمله ده هو مش بنا كارير، هو انت بتحاول توصل نفسك لان انت تموت باسرع طريقه ممكنه، وان انت تكره شغلك اصلا. وده بدأ يحصل. ماشي، اللي بينصحك ده عادي. ده اصلا كان تعبان اصلا، وانا كنت لسه رايح له طنطا عشان عمل عمليه في قلبه وبتاع. فاللي هو اللي بينصحك ده اصلا بابه مخلع. كلنا كده هتكتشف، والله هتكتشف ان انا ممكن اقول لك على حاجه لمجرد ان انا مريت بالسيتويشن السيء ده، فانا مش عايزك تعيش فيه يعني. في برضه حاجه سيئه عندنا. هو انا مش جاي انصحك عشان انا اجمد منك ولا اشطر منك ولا اذكى منك. انا جاي انصحك بحاجه، اللي هو الطريق ده هتمشي بالطريقه دي هتوصلك في الاخر لتعب معين. بلاش تمشي هنا، امشي الناحية التانية. فلما بتيجي تنصح عشان الثلاث نقط دول، الناس ممكن تكون بتتخيل فكرة ان انت بتنصح تنظير او اللي بيحصل في العالم بتاعنا في الوقت الحالي. لكن لو انت عارف اللي بينصحك فعلا هو مر بالسيتويشنز دي، اقبل النصيحة على قد ما تقدر، لان هو لو ما مرش بيها فهو وش شافها بتحصل في ناس قدامه، ماشي. ف as a overview، انت محتاج تفهم بشكل كويس قوي اللي انت رايح له، لان ده اللي عطلني، وده اللي خلاني عمال اخبط في مليون باب. طب ما تيجي نبني براند اي كوميرس، اللي بيقولوا الاي كوميرس فيها فلوس، فانت بتدخل، يا لهوي يعني ان انا خسرت تتسحل ورا فلوس الحاجه، يعني. اه. ايوه. طب خلاص، طب تعالى نروح نعمل بس ديجيتال ماركتنج، فتتفاجأ ان ال... عشان تعمل بروفيت حقيقي منه ما ينفعش ان انت تشتغل في مصر. يعني دي بقت قناعة عندي دلوقتي. انا عشان ابروفايد ديجيتال سيرفيسز، لا مش عشان مصر وحشين، ماشي، عشان ان انت عشان تعمل حاجة بشكل سليم فده هياخد وقت. فالاسهل تعالى ران ادز، فتعالى يا باشا ران ادز، انت جايه معاك بكده، طب يلا. كلمني عن التريجر اللي هو من بقى خلاص انت دان خلاص من الفول تايم جوب للحته بتاعت بيرسونا جروز والحته بتاعت ان انت رحت السعوديه والجو ده وتبيلد يور اون ايجنسي. حلو. تعال نبص على 3 ستيجز: فول تايم، فريلانسنج، ايجنسي اونر. سكيلز مختلفة، سكيلز مختلفة، سكيلز مختلفة تماما، ماشي. هنا انت بيشتروك عشان التكنيكال بتاعك، ماشي. فانت مش مهم تكون هاي كوميونيكيشن سكيل. فريلانسنج هاي كوميونيكيشن سكيلز بلس تكنيكال. ايجنسي اونر مانجمنت كوميونيكيشن بزنس تكنيكال. مرار. اخر حاجه هتبص عليها التكنيكال اصلا، يعني اركن بقى التكنيكال على جنب. النقلات، الكوميونيكي الحمد لله يعني، الناس بتقول ان انا عندي قبول، ماشي. فسبحان الله ده كان ميسر لي الفريلانسنج، ماشي، وكان ميسر لي التعاقدات بتاعت الفريلانسنج و انا البورتفوليو دلوقتي بتاعي معدي يعني داخل على المليار الربع فيو، وبرسنتج السيلز ما عاليه شاء الله. جدا. والحمد لله البورتفوليو تقيل، اقدر ان انا اخد بيه الرقم اللي انا عايزه.
فالفريلانسنج كان قدر ان هو يغطيني لستيج معينه لحد ما بدانا نشتغل. كنا بنشتغل في 21 و22 و23 مع كوتشز، سي اوز، مش عارف ايه، بمبالغ صغيره جدا. ماشي، ان احنا كنا بنعمل لهم مانجمنت ما كنتش عارف ان ده اسمه بيرسون براندنج اصلا. ماشي، بس كنا بنعمل لهم مانجمنت للكونتنت بتاعهم والكلام ده كله. كنا بناخد ايه، 7000 10000 حاجات كده، لحد ما بدأت ان انا اذاكر عشان افهم 100% ايه هو البيرسون. فقعدت اخد كورسات وفلوس، وعمك عم محمود، عم عمر محمد، يبقى لنا الكورسات اللي هو بيشتريها. ماشي. انا بحبه فشخ. بقول لك ايه، عايز منه ايه اجيبه لك؟ لا لا، انا نزلت يوم ماشي، فهو طلع لي الهارد بتاعه، الهارد السحري ده. بقول ماشي. لك ايه، الهارد ده صندوق اسود. فهو قال لي خد الهارد واختار، عارف اللي هو، يا ابني ايه العيشه اللي انت عايز، ايه ده ادوني سنتين وانا هبقى بيل جيتس. ف فنقله الفريلانسنج، كنت شاطر ان انا اجيب الكلاينت. ماشي، والحمد لله التكنيكال بتاعي كان كويس خلاص. اما جود ان تكنيكال، انا بحقق ارقام كويسه الحمد لله يا رب، بفضلك ونعمتك. برضو في كلاينتس خيشنا معاها، ده الطبيعي. لحد نقله الايجنسي، اما جت فكره اللي هو طب ليه دي في 2023 ليه ما نروحش نعمل بيرسونال براندنج ايجنسي. ماشي، وقتها كنت فيري انترستد بحته ان انا اعمل ستورز. ماشي، فجت فكره اللي هو طيب، تعالى نروح نعملها ونشوف. كنا اول ايجنسي طلعت قالت يا جماعه احنا بتوع بيرسونال براندنج. ماشي، احنا متخصصين فقط في البيرسونال براند. وقتها نزلت بوست كان كباستي الشركه 8. انا يعتبر كنت قفلت 6 خلاص بوان بوست. آه بدأنا ان احنا نشتغل. وكان عندي شريك وقتها، احمد حبيبي واخويا، والحمد لله بعد فتره وصلنا لفكره ان احنا لازم ننفصل. فوقتها الشركه بقت معايا، وهو سافر، وهو وقتها كان مسافر، فعمل بيزنس بتاعه تاني في دوله تانية. فالحمد لله، ربنا يزيده يا رب ويكرمه كمان وكمان. فانا بقيت قدام وحش اسمه مرتبات، اسمه مانجمنت، اسمه كلاينتس سكسس، اسمه كاش فلو، اسمه حاجات كتيره قوي. انا ما كنتش جاهز ليها. انا بقيت كويس جدا في الكوميونيكيشن، كويس جدا في التكنيكال. ماشي، وبقيت بعرف اعمل فلوس. ماشي، بس فكره ان انا اجيب حد اديله تاسك اقول له روح مانجمنت اعمل. بقى، اوبريشن. بص، القلبه يا محمود بتاعت ان انت فريلانسر، فانت بتعمل كل حاجه بايدك، لان انت تديليجيت الحاجه دي. هي دي شيء، ده شيء اصلا مرعب. انت الديليجيشن ده انت صعب جدا، بتفضل ان طول انت تطلع الوقت. الحاجه من تحت ايديك لحد تاني، او ان انت تونبورد حد، دي في حد ذاتها سكيل مش عند اي حد. بص، انت بتفضل طول الوقت خايف ان الشخص اللي انت جايبه يعمل الحاجه دي مش هيعملها زيك. ماشي، فانت مش هتديله الحاجه. ودي حاجه، دي حاجه برضو لازم اقولها، انا ما بتكسفش من غلطي. دي حاجه كانت خلتني افلس في عز بيرسونا، وهي بتعمل. ربنا الحمد لله رب العز والنعمه ده في الاول وفي الاخر فضل من عند ربنا ورزق الناس اللي شغاله معانا. بنعمل مبالغ ضخمه والشركه بتفلس. انت فاهم يعني؟ ممكن يكون عندك سي مثلا انت مصاريفك 2000 جنيه، وانت بتكسب 10000 جنيه، والشركه معكش فلوس. فانت فاهم انا كنت فين. كنت في حته اللي هو انا حسابي وحساب الشركه واحد. انا بقيت غني غنى فاحش خلاص كده. ثم بدات ان انا اتدارك ان انا بقفل الشركه. انا فلست، الشركه فلست، مفيش فلوس ادفع للناس. الضغط اللي بقى عليك ذهنيا عمل لك مشاكل مع الكلاينتس اساسا. الاسم اللي انت كنت قاعد بتحاول تبني فيه سنين ممكن يتضرب في اي لحظه. فوقتها رحت هوب هولد، وقف كل حاجه. تعالى الريكاب نشوف ايه اللي بيحصل. وقتها بقى نزلت مع نديم بقى اخد كورسات بقى. بص وقتها ايه، فتحتها على البحر بقى، لو اي كورس معدي انا هنزل اخده ريليتد بالمانجمنت عشان افهم الدنيا دي عامله ازاي. وربنا كرم يا رب. احنا عملنا اللانشنج الحقيقي البرسونا كنا احنا متكلمين عليه في 6
23. اللانشنج الحقيقي كان 1/1/24. اللانشنج التاني عملنا بقى الريبراندنج وغيرنا الدايركشن وغيرنا الماركت، غيرنا الدايركشن بتاع الشركه بالكامل في 1/25. ثم بعد كده بدأنا ان احنا نشتغل كايجنسي. الايجنسي بتكسب فشخ ماشي لو عرفت تديرها صح. بس فكره ان انت بيرفورمانس يعني انا بدي كوتشنج لكذا حد دلوقتي هو عايز ينقل لمرحله الايجنسي، عارف تدير ولا مش عارف تدير. عشان انت لو بتكسب 100,000 جنيه دلوقتي از بيرفورمانس ماركتير، لما هتيجي تفتح الايجنسي انت مش هتلاقي ال 20,000 من الاخر ماشي. فهل انت عندك الباور ده؟ عندك باور ان انت تقدر ان انت تجيب كلاينتس، وتقدر ان انت تخليهم ساكس، وتقدر ان انت تحافظ عليهم اساسا، وتقدر ان انت لما الكلاينت يمشي من عندك بالنيجاتيف فيدباك هتقدر ان انت تروح تهندله وتعمل له ريتنشن، القصص دي كلها ولا لا؟ فالايجنسي فعلا بتكسب، بس بتكسب لو اتدارت صح 100%. بعد سنتين انا فاهم من 3 شهور ازاي اعرف ادير ايجنسي. فاهم انت جاب عامل ازاي. جاب مثلا الجاب ده اثر على صحتي، اثر عليا ذهنيا. وقعت في غرام الشركه كان جامد قوي في البدايه، اللي هو خلاص هو بقى ليها اسم، فانا مش هروح اهدمها، انا هقعد احاول فيها. الشركه ما فيهاش فلوس، انا معايا الشركه محتاجه 10,000 وانا معايا ال 10,000 اطلعهم من جيب ادهم لها. بدات افهم اللي هو يا ابني اللي انت بتعمله ده ملوش علاقه بالاداره اساسا، يعني فكك. فالتطور اللي بيحصل على مدار السنين هو غصب عنك، هو اللي بيأهلك اساسا ان انت تكون فاهم ولا لا ماشي. مفيش حاجه مفيش شورت كاتس لاي حاجه في الدنيا دي حاجه احنا لازم نكون مقتنعين بيها مليون في المية. مفيش ماجيك تول كده، عارف اللي هو انا عايز فلوس جات لك فلوس دلوقتي. اي ثينك ان انت دلوقتي تقدر تعمل فلوس كتيره جدا عن طبعا 2017 و2018 وانت لسه جونيور ماشي. بس ان التكنيكال انت مش هتقدر تكون تكنيكال شاطر الا لما تاخد اكبر كم من الخوازيق في حياتك ماشي. خوازيق شغل بقى، خوازيق طيب خوازيق كل حاجه، انت استنى، لازم انا تبلع انا كل أنا خليني اسالك تقعد بقى كده. شويه اسئله، علشان انا حاسس ان انا عايز اخد بس العصاره بتاعه اللي انت قلته او خبرتك. بما اننا بنتكلم عن خبرتك فانا محتاج اعرف حته مهمه جدا. يعني اغلب الناس كانت بتسال السؤال ده لما بنجيب حد عايز نعرف من خبرته، هل الراجل ده من الناس اللي بتخطط وبتكتب كل حاجه، ولا كانت بيتوكل على ربنا ويبدا ويجرب ويشوف وتراي وايرور والجو ده؟ فانت من انهي نوع تراي فيهم؟ ايرور، تراي ايرور. ما ما انت بص، تهزرش. هقول لك على حاجه. انا بقيت ببلان بعد ما بقى عندي مسؤوليه كبيره ماشي، مش قبل كده ماشي. بمعنى ان وانت حر لوحدك انت عندك طاقه او استطاعه ان انت تعك كتير ماشي، محدش هيشيل قرفك غيرك. بس بعد اما بقى في دنيا كبيره قوي حواليا، لا هي بقت والله في عندنا فيوتشر بلان بتقول ان احنا ممكن نروح لكذا، خلاص تعالى نجربها. في الاول وفي الاخر انت مش هتعرف حتى اللي انت ماشي فيه ده، حتى البلانز دلوقتي بقت بتتغير فجأة لمجرد ان احنا شفنا حاجه صغيره جدا ممكن ان هي تساعدنا ان احنا نروح نعمل حاجه جديده. فاهمني؟ لا انا كنت معتمد دايما على فكره اللي هو تعالى نجرب ونشوف، مش معتمد نهائيا على فكره انا الشهر ده هذاكر الكورس الفلاني، هعمل مش عارف ايه، هبدأ اطلع كونتنت ليا. ما بعرفش اعمل كده. وده انا حليته جوه الشركه باوبريشن مانجرز وبروجكت مانجرز ومش عارف ايه. عشان انا في المراحل اللي فاتت انا كنت مكتشف ان انا مش مدير شاطر. انا ممكن ادخل اقول لك بص ده ايه الجمدان اللي انت بتعمل، تعالى نعملها سوا ماشي. فحاول ان انا احركك معاك ونتحرك سوا ونغير العالم وبلا بلا بلا. بس مش الشخص اللي هيدخل الصبح يزعق عشان في تأخير كارثي بيخسر للشركة فلوس لا قشطة يعني هستحملها. فاهمني؟ فانا ما بدأتش اعمل ده الا في اول السنة دي، ساعة لما بدأت ان انا احط فيجن وميشن والحاجات اللذيذة بقى اللي احنا بنبدأ نفهمها عشان نتحرك عليها بشكل اكبر بس. طيب حلوة جدا اللي انت قلته، بس خليني اسألك سؤال تاني اهم. انت النهاردة راجل جربت الفريلانسنج وجربت شغل الايجنسيز،
وجربت الاوبريشنز بتاعت الايجنسي وجربت الاوبريشن بتاعت الفريلانسنج. هل انت شايف الشباب الصغير اللي بيبدأ، هل هو يروح ناحية ان هو يعمل ايجنسي على طول، او يشتغل في ايجنسي، ولا ويبقى موظف او يبقى صاحب ايجنسي، يعني عارف انت الايكو سيستم بتاع الايجنسيز، ولا يفضل فريلانسر اللي بيقبض وفكرة الديجيتال فريدم ويشتغل من اي مكان بارت تايم وفريلانس والجو ده؟ فانت انت جربت الاثنين، فانهي موديل بالنسبة لك شايفه تنصح بيه الناس؟ personal goals هي مختلفة من كل واحد فينا بشكل مرعب. بس كل بس واحد. كلمني عن حاجة. بص، كل واحدة ليها بروس وكونس بتاعتها، يعني في حاجات الفلوس، في حاجات الفريدم، في حاجات احكي لي من وجهة نظر هقول لك الاوبجكتيفز. هقول لك على حاجة. الايجنسي you have a freedom لو انت بنيت اوبريشن صح وبروسيس سليم. غير كده انت هتبقى عبد جوه الايه. اسمك صاحب ايجنسي وانت انت عبد الشركه. ماشي. ف الفريلانسنج فيه باور كبير. الفريلانسنج ملوش علاقه بالتكنيكال اصلا. ماشي، يعني دي من وجهه نظري الصغيره. هو انا انت لو فريلانسر يا محمود وانا جايب لك شغلانه، انا هاخد منك 50 60%. ماشي. انت طالما انت ما عندكش القوه اللي انت تجيب بيها الشغلانه، انا هفضل اكون بكنترول عليك بقيه حياتك. ماشي. وده انت بتشوفه بيحصل بشكل كبير جدا في الدروب سيرفيس. ان اللي عنده السيرفيس وما عندوش هاي كوميونيكيشن سكيلز، ومش قادر ان هو يتكلم مع الناس ويبريزنت ويدخل يقفل ديلز ومش عارف ايه، هو دايما بيجيب حد قادر ان هو يعمل دروب للسيرفيس بتاعته. طب خلينا نوضح نقطة، عشان انت قلت ترم دلوقتي مهم، الا هو الدروب سيرفيس. فممكن هو بس ممكن تشرحه بالتفصيل. انا عارفه بس اللي بيسمعنا ممكن ما يكونش عارفه. الدروب سيرفيس ده حاجة زي الدروب شيبينج بس للسيرفيس، فممكن تتكلم عنه اكتر. بكل بساطة الدروب سيرفيس ده محمود عنده سيرفيس. انا اللي ببيعها لمحمود، وانا اللي بمانج كل حاجة لمحمود، وانا اللي بمضي مع الكلاينت، وفي الاخر باخد الحاجة كلها وباخد التاسك بقى الحقيقي ابعته لمحمود. محمود يخلصه يبعته لي تاني اسلمه للكلاينت. ماشي. ده كده بشكل بسيط. فلو انت رايح للفريلانسر وانت ما عندكش التكنيكال بتاع الفريلانسنج وتكنيكال كوميونيكيشن، وان انت تتفاوض على الفلوس بشكل معين وتديفلوب الحاجه بشكل معين، هتفضل يعني في حاجه من كام يوم والله العظيم يعني. انا كنت هشتم. كان في حد منزل بوست بيقول لك هو لو الفريلانسر بيعمل 8000 جنيه في الشهر، هو الفريلانسر ليه هيعمل بيرسونال براندنج اساسا لو هو بيعمل 8000 جنيه في الشهر؟ فاهم؟ انا ربنا يرزق الجميع ويبارك للجميع ويغني الجميع، ودايما يا رب نشوف الناس احسن واحسن واحسن واحسن. بس انت ما قربتش الفريلانسر اصلا. انت ما عدتش جنبه. ماشي. مش معنى كده ان انت مش شاطر. معنى كده ان انت مش عارف تروح للاودينس بشكل سليم، تبريزنت نفسك بشكل سليم، تدخل تتفاوض على الفلوس بشكل سليم، تطور السيرفيس بتاعتك بشكل سليم. ليه الفريلانسنج الناس بتتعامل مع الفريلانسنج ان هو السيرفيس انا ببيعه وخلاص؟ هو بيزنس كامل. فانا بتعامل مع متولي ان هو بيزنس قائم بنفسه، ليه فلوسه وليه السيتويشنز بتاعته، ودي البيزنس استراتيجي بتاعته، وده التارجت اودينس اللي هو بيروح لهم، ودي السيرفيس اللي هو بيروح بيها، ودي التشانل اللي هو هيقدر فهو بيزنس قائم بالكامل. عشان تنجح فيه انت لازم أن تكون فاهم ازاي تطلع سيلف ماركتنج، وتبدا ان انت تطلع بيرسونال بيزنس، وتبدا ان انت يكون عندك رؤيه ان انت ازاي هتقدر تحقق رقم معين. ماشي. ده لو انت شايفه بس ان هو ان التكنيكال واي، فانت لا، انت ما عدتش على الشارع. ماشي. فهو الفريلانسنج فيه فريدم في مرحله معينه، فيه باور في مرحله معينه. تقدر من الفريلانسنج تشتري سي 200، تقدر من الفريلانسنج تشتري تقدر تشتري فيلا، تقدر تعمل كل حاجه. ماشي. بس كام برسنتج من الناس قادره توصل للمرحله دي بقى اللي فيها كلام كتيره جدا، عشان التكنيكال اللي عندهم بالسكيلز اللي عندهم بالنتورك اللي عندهم هم مش عندك. ماشي. فقبل ما هتروح بقى تبقى جامد فشخ في الفريلانسنج، فوكس على النتورك بتاعتك. انا اعتقد ان 80 ففكره برسنتج ان انت 80% من الكلاينتس اللي بتجيلك مبنيه على ريكومنديشن بيز او نتوركينج بيز، هو دي حاجه انت لازم تقعد تبني فيها بقيه حياتك. فانا اكتر حاجه
انا شايفها من وجهة نظري ان انا حطيت فيها انفستمنت، ان انا قادر ارفع تليفوني على انفستور الناس ما تعرفش توصل له اساسا. هعرف ارفع تليفوني عليه اقول له اخبار حضرتك، يا رب تكون بخير، انا في حاجه بس عايز اسالك عليها عندي في الشغل، فاضي؟ فاضي، طب تعالى اكلمك. مش فاضي؟ امتى؟ بالليل؟ حاضر، هاجي اقعد معاك. ماشي، لحد الجونيور كاب رايتر، فانت واخدها من فوق لتحت. فده الباور اوف نتورك. انت عندك، وباي ذا واي في حاجه مهمه جدا لازم نفكر فيها. مش معنى ان انا ببني نتورك فانا هروح اتعرف على محمود عمر عشان هو نتورك في المجال بتاعي. هو نتورك في المجال بتاعي، مش نتورك از ريكومنديشن بزنس يقدر ان محمود يعمل لي ترافيك بشكل معين للكلاينت. فانت لازم تطلع حاجه. انا مش عايز اكون اعقد الموضوع شويه، بس حاول على قد ما تقدر تختار النتورك اللي انت بتبني معاها للبيزنس بتاعك، والنتورك اللي انت بتبني معاها كمعارف وصحاب وناس جوه المجال وحلوين جدا مع بعض. والنتورك اللي انت الكرايسيس نتورك اللي انت ساعه لما كل حاجه هتخرب هترفع تليفونك في مره تخلص كل حاجه. يعني انا من فتره كنت بتكلم، كان عندي تحدي رهيب. يعني كنت بتكلم على الكريدت بتاعه النتورك، ان انت ما ينفعش ترفع تليفونك على اي حد في اي وقت تساله كتير على الحاجه. يعني انت لو انا الحمد لله يا رب على الفضل والنعمه، انا ليا اكسس على كميه انفستورز مرعبين في الخليج. ماشي، وعارفين بعض وبنشتغل مع بعض فانا قادر ارفع تليفوني عليه اساله. بس هل انا لو اتصلت بيه في الشهر 4 5 مرات هل هيقدر يستحملني الشهر اللي جاي؟ هل في بديل غيره اقدر ان انا اروح له؟ هل انا عملت الهوم ورك بتاعي والسيرش وجربت كل الحلول وما فضلش غير الحل ده بتاعه هو فاروح له؟ لو كانت الاجابه اروح له، غير كده ما بروحش لحد. ماشي. دي حته الفريلانسنج. حته الايجنسي مبنيه، مش مبنيه على الفريلانسنج ولا مبنيه على التكنيكال. ماشي، التكنيكال انت بتشتريه. ماشي، لو على السيلز فانت برضو بتشتري تكنيكال السيلز، انت اي حاجه هتعرف تشتريها، بس مبنيه على انت كايجنسي اونر هتقدر تعيش عيشه الايجنسي ولا لا. ماشي، الايجنسي مقرفه. لو هختصرها فهي حياه مقرفه، حياه هعك جامد في اللي انا هقوله، بس بلاش اقوله. بلاش اقوله عشان القرار ما انت يعني. بس خدت بالي الوهله كده. يعني كنت ممكن هدمر طيب شغل كامل. خلاص، خليني اخدك لحته مثيره جدا للجدل، الا وهي الاي اي. هل انت شايف ان الوظيفه بتاعه الكونتنت رايتر او كونفرجن كاب رايتر، هل ممكن النهارده نقدر نعمل لها ريبليسمنت باي اي؟ اه لا احنا جدا جاي طبعا. اتعارك. لا بص لا جاي اتعارك. خد. بص انا اقول جاي لك اتعارك. اقول لك حاجه جامده جدا. ماشي. قول لي. آه آه انا كمتولي انا هبعت لمحمود عمر بريف. ماشي. البريف ده هدخل اعمل بيه فول كاستم جي بي تي. ماشي، هطلع نسخه تانية من محمود عمر بناء على كل الديتيلز بتاعته. احنا عندنا مفهوم. كلاينت بيشتغل في الانفستمنت، فان انت تكتب تكنيكال في الانفستمنت هي دي حاجه صعبه جدا. ماشي، احنا دخلنا خدنا كوبي من بوستس لمده سنتين هو كاتبها، وريلز هو كان طالع فيها، وبودكاستس فرغناها وعملنا بيها كاستم جي بي تي في الاخر عشان يقدر ان هو يكتب زي الراجل ده. يعني عشان احنا مهما مشكله البيرسونال براندنج برضه، عشان اوصل لك حاجه انا بشتغل كوميرشال، فانا فاهم معاناه بيرسونا جولز الناحيه الثانيه عامله ازاي. انا كوميرشال انا قادر ان انا لانش البراند بكره. ماشي، بيرسونال براندنج غلطه قد كده هتدمر كارير الراجل اللي احنا بنشتغل معاه ده. ماشي، فانا كوميرشال اتس ايزي، بيرسونال صعبه جدا. ف ككونتنت رايتر المتعارف عليه في السوق المصري، اللي هو انا هروح اعين حد هديله رقم معين عشان يكتب لي كابشنز ويكتب لي كونتنت بوستس ويطلع لي كونتنت كالندر ويطلع لي كونتنت استراتيجي في ثانيه.
ماشي، عشان نكون معترفين كلنا بيه. ليه؟ الوظيفه انت بوظت لي. بص يا متولي، انت بوظت لي حاجه كنت عايز ارد بيها عليك. يعني انا كنت لسه اقول لك هل اترابلس، فانت تقولي لا، فاقول لك ده بص يا متولي، انا عندي مثلا بدخل على هاجنج فيس فبعمل سكرابنج وبعمل كاستم جي بي. انا كنت عايز اقول لك الستاك اللي انت لسه قايله، فاهم؟ وبعد كده بعمل فاين توننج علشان اعمل له هيومنايز علشان بلاجاريزم، فاهم؟ انا رادد عليك يعني، مجهز ستاك، فانت بوظتولي كده. فيعني بص انا مش عايز اشتمك بس. آه، في في اكتر من شاب في المجال، ماشي. جه في فتره كده وكلنا كنا بنكتب، ماشي، كلنا كنا بنعمل كونت، ماشي. فانا رحت مطلع كاستم جي بي تي بتاعي، ماشي، اسمه ذا هيرو كريتور. ذا هيرو كريتور ده انا عامل له النولج بيز بتاعته على ايه؟ على كل الناس اللي كانت بتكتب كونتنت في الفترة دي. انا دخلت عارف اللي هو الارتكل بتاعتك تحفة تحفة، تعالى بقى حطها هنا، ماشي. انت بتقول ان انت افشخ اجمد حد في الكوكب، طب تعالى يا باشا حط هنا. فانا قعدت عملت له نولج بيس كده محترمة، ماشي، وعملت له هاي كاستمايزيشن. قلت له بص يا باشا، انت بتتعلم من عقول كتيرة قوي، ماشي، فتعالى بقى اعمل سكرابنج لكل العقول دي عشان تفهم الطريقه. والمهم ان انت تطلع لي بشخص واحد في الاخر عنده الخبره بتاعت الداتا كلها اللي موجوده. يا لهوي على الدلع! انا بدخل اقول له صباح الخير، جامد. مر يعني. بص يا باشا، عندنا اوف. تاسكايه ايه، التاسكايه دي رخمه قوي، بس مفيش غيرك هيحلها. يعني انا كبشري هتاخد مني 4 ايام، بس هي لازم تتسلم النهارده بالليل، ماشي. يعني خد التاسكايه دي، وبروح ابعت له الملف بتاع التاسك بالكامل وهو بيشتغل على حاجه، وانا بمجرد بدخل اودت، ماشي. مش معنى كده ان هو فور ريبليسمنت، ماشي. عشان يعمل فور ريبليسمنت فهو لازم أن يكون قادر ان هو يأودت في الجي بي تي. وانت بتيجي تطلع بروجكتس، بتدخل تساله على حاجه فهو بيرد عليها، بيرد عليك جوه ويندو كده معينه، ماشي. انا بعد اول ما بيرد بدخل على البيج تاني، اروح قايل له ايه، طيب اعمل اوديت على نفسك وطلع الاخطاء اللي انت حطيتها، واعمل لي عليها نوتس، يعني اعمل عليها كومنت كده في الجنب بحيث ان انا اشوف انت غلطت في ايه، ثم اديني السولوشنز اللي تطلع الحاجه بشكل ادفانسد بناء على كذا 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 كذا، ماشي. فهو حتى الاوديت هو بيعمله، بس انت لازم تطلب منه. بس في الاول وفي الاخر ايه اللي هيحكم؟ اللي هيحكم هي عينيا، ماشي. انا كنت من الناس اللي ضد كاتب، كنت ضدها جدا جدا. كاتب جود فيري جود ستيج دلوقتي، ماشي. لما باجي اطلع هاي ارتكلز، ماشي، هو ده الفريم ورك، ده السيتويشن، طلع الارتكلز بيطلعها. بس في حته الكونفرجن، مشكله الكونفرجن لحد هذه اللحظه ان هو مبني على هيومن بيست، ماشي، بلس بيرسونال سايكولوجي. مشكلتي في سوق الكونتنت في مصر ان احنا بنتكلم على الهوك وبنتكلم على البلان وبنتكلم مش عارف ايه وتعالى انسايتس وتعالى اوريك ارقام جامده، كله يا باشا على السوشيال ميديا جامد. انا راجل عندي بيرسونال براندنج ايجنسي، واقدر اقول لك حالا ان انا اتعاملت مع ناس من اللي بيأجروا لامبورجيني في دبي عشان ينزلوا يصوروا فيديو، ماشي. فانا فاهم الدنيا جوه عامله ازاي. فالانسايتس نوت مش مهمه، الكيس ستاديز اللي بتتعرض مش مهمه، قد ايه ان انت جامد فشخ ولذيذ جدا مش مهمه. المهم حاجه واحده، تعالى نقعد مع بعض ندخل نديبيت في الحاجه، وطلع لي دماغك، اعمل لي اوفر بلاننج كده، احنا قاعدين سوا، ما تسلمنيش حاجه، بس تعالى نتكلم سوا، قول لي هنروح فين، ماشي. عرفت احنا هنروح فين بناء على تيستنج ارقام، يلا يا باشا خد عينيا، ماشي، غير كده انا مش هتاخد مني حاجه، ماشي. فدي از كونفرجن لحد هذه اللحظه هو مبني على هيومن بيست، ماشي. بس هل معناه ان انت ما تقدرش ان انت تكستم او تستخدم كلاودي او تستخدم اكتر من حاجه ان هي تقدر ان هي تطلع لك 90% و80% هيومن تاتش؟ تعرف، ماشي. الاصعب في ايه؟ الاصعب ان انت تأودت، تقول ده مناسب للبلان وللبزنس والبراندنج، ولو نزل بالشكل ده هنروح في داهيه ولا لا. هنا بقى بتيجي الحته في الصعوبه نفسها. هو هي ريبليسمنت. انا ما بقتش بعين جونيورز، ماشي. انا في عندنا كونتنت كريتور جوه الشركه، هي فيلم ميكر واسمها كونتنت كريتور، ماشي. اللي ماسك البرودكشن هو كونتنت كريتور، ماشي، بس ماسك البرودكشن.
واسمه كونتنت كريتور. اللي بيمانج دلوقتي السوشيال ميديا بتاعت الشركات بتاعتنا هو كونتنت كريتور، اللي بيمانج البروجكت كامل ملناش علاقه بحاجه، هو كونتنت كريتور. فانا لما اروح انفست في كونتنت كريتور، سي الكونتنت رايتر دلوقتي، انا اسف يا جماعه والله العظيم على اللي هقوله ده، بس دي حاجه فعلا لازم تاخدوا بالكم منها عشان نفسكم مش عشاننا والله العظيم، ماشي؟ انت لو كونتنت رايتر جاست هتبروفايد من ليا كابشنز وكونتنت عادي، وعايز مني 8000 10000 100000 جنيه ايا كان الرقم اللي انت عايزه، فاي ثينك ان انا ب $200 هعرف ان انا اعمل اللي انت بتعمله. بالعكس، مش هيجي في وقت ان مني، ماشي؟ انا هفضل سحل اهله 24 ساعه هيفضل يشتغل. انما انت انسان عندك مشاعر وبتتعب وكل حاجه. كراجل راس مالي بحت وحش دلوقتي في اللي انا هقوله، انا هروح للسبسكريبشنز والحاجات دي اللي هتخلص لي حاجات كتيره جدا، ماشي؟ كشخص بشاركك المجال وفاهم انت بتفكر في ايه. سنه كمان والله العظيم، انا كفي ستيج انا خايف على نفسي عادي خالص، ماشي؟ فانا لازم اروح اطور من نفسي بسيتويشنز معينه تقدر ان هي تساعدني قدام ان انا اتحرك بشكل افضل. اللي احنا بنعمله جوه بيرسونا جورز هو مش ماجيك، هو حاجات احنا اتعلمناها فبدانا ان احنا نطبقها كتير لحد ما فهمنا الشورت كاتس بتاعتها فين. انت تقدر تبني البيرسونال براندنج بتاعك مع نفسك، تقدر ان انت تكريت الكونتنت بتاعك، تقدر تعمل كل حاجه. بس الفكره كلها ان انت بتدفع لنا عشان وقتك، فانت بدل ما هتقعد 3 4 سنين تحاول، انت في سنه واحده هتريتش البوينتس اللي انت عايزها. نجاح مادي، اتعرفت فلوس كتيره فشخ. نجاح معنوي، اتعرفت الناس بتحبك. الشابو هعك بس لو انت تقديرك المعنوي من عدد اللايكس، فانت هيجي لك عدد لايكس كتير، ماشي؟ فده اللي بيدفع فيه الفلوس، شورت كات. هتشتري وقتك بفلوسك ولا هتشتري فلوسك بوقتك؟ ده اللي احنا بندفع فيه دلوقتي. طيب خليني اسالك حاجه مهمه جدا انت لسه قايلها دلوقتي، الا وهي دفع سبسكريبشنز وحاجات وتولز والكلام ده. ايه التك ستاك بتاع متولي؟ يعني انت النهارده راجل ككونفرجن كاب رايتر او راجل بتاع عندك ايجنسي، بس متولي كمتولي بيستخدم تك ستاك يوميا عامل ازاي؟ مثلا انا سالت عمر، فعمر قال لي ايه، بستخدم اير تيبل وشات جي بي تي وبستخدم مش عارف حاجات كده. انا كلمت زهران، فزهران قال لي بستخدم مانوس وبستخدم مش عارف شات جي بي تي وكلود ففي كل واحد بيبقى ليه ستاك. ايه الستاك بتاع متولي اللي هو التولز ما ينفعش تستغنى عنها؟ هو عمر عشان مليونير عامل سبسكريبشن في 20 حاجه، آه. ماشي؟ الناس ده انا مين الاير تيبل والجي بي تي، ماشي؟ بس الجي بي تي البرو بس، لا اكتر ولا اقل. كلاودي بستخدمه اوقات، ميد جيرني كده كده احنا السبسكريبشن بتاعنا موجود عليه. الحاجات اللي بتسيرف على شغلنا دي اللي احنا بنشترك فيها. ليه؟ عشان هقول لك حاجه برضو بشكل مختصر. انا وانت رحنا عملنا جينا في فتره ايه، كل لما تقول بتنزل بنروح نجربها بشكل سريع عشان نفهم هل هي مناسبه لينا فنسيب التانية ولا لا. من الحاجات اللي انا لقيت نفسي ستك فيها ان احنا بنينا جامد قوي مع جي بي تي بشكل رخم. ف... فانا هاخد الداتا دي كلها انقلها الناحيه التانية ازاي؟ طيب خليني اسالك سؤال له علاقه باير تيبل عشان انت اتكلمت عليه. ايه الستاك اللي انت يعني انت بتستخدم اير تيبل ليه؟ ليه ما بتستخدمش مثلا جوجل شيتس؟ اوكي، انت بتسجل؟ اه انا بسجل. اوكي ماشي. الفكرة انا لسه بستخدم جوجل شيت باي ذا واي يعني، ماشي؟ بس فكرة الفلكسبيليتي اللي انت بتبدأ ان انت تتحرك فيها بشكل اكبر. وانا بقيت مشكلتي هي مش فكرة ان انا بستخدم ده ليه، هو انا بقيت بستخدمه كتير، ماشي؟ فبقت فكرة وبرضو دي حاجة فيا انا شخصيا، انا اتعودت على الحاجة دي، ماشي؟ فهل البديل لو انا استخدمت حاجة تانية، هل الحاجة التانية دي هتفيل الجاب اللي انت لا يا بص، عارف اللي هي هتعمل لي تغيير 100%؟ لو لا 10%، ال 10% دول انا مش عايزهم، ماشي؟ فلما هتعمل لي تغيير 100% وقتها اروح ابدل. انما
انا ممل شويه انا عارف ماشي، بس انا اتعودت على الحاجه دي، فمش هسيبها الا فعلا لو التغيير اللي هيحصل. بس اير تيبل كاير تيبل انت بتروح له كانتجريشنز واي بي ايز واوتوميشن، ولا انت رايح له علشان لا كانت، جدول وخلاص؟ لا اه، كانتجريشنز. ليه؟ ما انا انت عايز افهم الناس عندك، دي هو ليه اير تيبل. اوكي فيري كول. انت ك هل فكره اساسا الناس عارفه ايه هو اير تيبل ولا لا؟ ده انا مش عارفه. بس فكره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه الصلاه فكره ان والسلام. انت عايز حاجه تبيلد structures وتبيلد، تكون involved في حاجات كتيره قوي. فهو اير تيبل قادر ان هو يدي لك باور من بيلدينج الاي اي ثينكينج لحد البيزنس، ماشي؟ دي وجهة نظري انا. ف بص، ف انا عارف اير تيبل وبستخدمه، عشان كده انت لمعت على عيني كده فكره اللي هو اير تيبل. ليه؟ الاير تيبل اصلا هو دايناميك تيبلز حرفيا، اللي انت تقدر تربطه باي حاجه، وتقدر تعمل تريجرز في سلايه، لو عملت فيها حاجه تنادي على حاجه تانية بي اي اقول بالكلام لك ده. على حاجه، السيتويشنز بتاعتنا هي اتبنت بناء على المشاكل اللي احنا مرينا بيها، فبقى في احتياج لحاجه تقدر ان هي تكنترول على كذا حاجه مع بعض، ماشي؟ هل ده انا انصح بيه اي حد؟ لا تعنوش الكلام اللي احنا بنقوله ده. ليه؟ عشان انت هتروح تدفع سبسكريبشن او تدفع اي حاجه وهي في الاخر مش مفيده ليك الا بنسبه 10 20 30%، ماشي؟ فالفكره كلها as a subscription، انت بتدفع ساعة لما يكون الموضوع ده هيحل لك المشكلة بشكل كامل، عشان الورك فلوز اللي انت هتروح تبنيها باير تيبل هي لازم تكون مبنية على فكرة ان انت عايز تروح تطلع بروتوتايب معين عشان يقدر ان هو يحل لك داتا، او يحل لك وقت، او مش مجرد ان انت هتروح تعمل سبسكريبشن عشان الحاجه وخلاص، فاهمني؟ فبقى المين بوينتس عندي انا حتى لما حد بيجي جوه يقول عايزين نعمل سبسكريبشن كذا، طيب هاتوا نجربه نشوفه. انت آه قلبك حنين قوي متولي. ليه؟ والله بص، اي سبسكريبشن معدي من الرجاله، بص اقول لك على حاجه. انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر فلوس، ماشي؟ في سبيل ان مش ان الناس تكون مرتاحه على قد ما ان اكون موفر كافه احتياجات الناس للشغل، ماشي؟ فده المين بوينت عندي جوه الشغل. والله هل الشغل هيبقى واقف على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هل الشغل هيبقى واقف على 2 اور 3 سبسكريبشنز محتاجين نعملهم؟ لو الاجابه طب تعالى. لو الاجابه لا، بس انت شايف ان الدنيا كلها في ال 2 اور 3 سبسكريبشنز دول، يا باشا تعالى نعملهم، بعد كده نشوف السيتويشن عليهم عامل ازاي. اللي انت القرار اللي انت بتاخده، يعني انا دايما انا في الشغل انا كنت بعمل هاي مايكرو مانجمنت بشكل مقرف. انا كنت مقرف بجد يعني. عايز ده، شايفه حلو، تعالى نعمله، ماشي؟ اللي احنا هنعمله ده ودانا في حتة وحشة، بتاعتك مش بتاعتي، فاهم؟ فهي احنا عندنا لسه كنت بتكلم معاهم امبارح في بند جديد نزل في العقود بتاعتنا. البند ده لو احنا عملنا تأجيلات معينة للكلاينت، اتأخرنا على الديدلاينز، بنخصم بشكل فوري على الفاتورة اللي بعدها من 5 ل 10%، ماشي؟ فاحنا قاعدين بنتكلم النهارده اللي هو ده بند انت الشركة اللي حطاه، الموظف يشيله ليه؟ قلت له لا، ما انا مش هشيله الموظف، انا هشيله الموظف اللي متأخر. الراجل يتأخر بس. هدف جميل ولكن في مرمانه، فاهم؟ بص، انا كنت هي نوت اتس فاميلي بزنس ومش عارف، هي معلش، في الاول وفي الاخر كلنا عايزين نكسب فلوس، يعني بلاش نحورها على بعض. انا علاقتي بيك هي علاقه انسانيه وعلاقه ماديه. انا بدي لك، بنشتغل مع بعض عشان انا اكسب فلوس وانت تكسب، كلنا نكسب فلوس. فلو انا بشتغل معاك وانت ما كسبتنيش فلوس، مش هشتغل معاك. اتس رول. وده غصب عننا ومش بمزاجنا، وده العالم الرأسمالي بتاعنا، وده اللي احنا مجبورين عليه. ولو خدنا قرارات تانية او خدنا طرق تانية، فهي هتبقى طرق غير منطقية، وكمية الفرهدة اللي احنا هنتفرهدها فيها عشان نقدر نوصل لسيتويشن مريح هنتبهدل سنين، ماشي؟ فبند زي كده، والله بند زي كده اللي هيتاخر على الديدلاين زي البند اللي موجود في العقد ده، وكان التاخير بسبب متولي، فمتولي هيتخصم من مرتبه، ما عدش كبير. بسبب حد تاني خلاص. بس على فكره، على الناحيه التانيه، لو احنا قدرنا ناتشيفمنت 85% من الكي بي ايز بتاعتنا مع الكلاينتس اصلا، ماشي، في 25% بونص.
فانا عندي استعداد اخصم منك الشهر ده 10% من عقد الكلاينت، وبرضو دي من عقد الكلاينت مش من المرتب. فدي حاجه عارف اللي هي عملت ايرور، اللي هو انت ممكن تروح تعمل عقد برقم خزعبلي ماشي، والاوبريشن بتاعه كميه المصاريف اللي انت هتصرفها على العقد دي هيطلع لك في الاخر مثلا 20,000 30,000 50,000 مكسب. فلو العقد ده اتضرب 5% منه مثلا نقول ب 5000 جنيه، فانا اروح اخصمها من موظف، انا كده بانسان سيء بشكل مرعب. بس والله يا جماعه ده السيتويشن، بس انا بقول لك اتشيفمنت 25%، هينزلوا لك 25% من السالري بتاعتك، هنزلهم لك ماشي. فانت على الناحيتين انت بتحاول تدي باور على قد ما تقدر عشان الناس تكون مرتاحه ان هي تشتغل. احنا عندنا جوه بيرسونا، اللي انا هقوله ده ملوش اي علاقه بالانظمه الاداريه، هي نظام عكي بحت. احنا مش بنمشي مع سعر السوق في السوق بشكل كامل ماشي. احنا محمود لو جه قال لنا انا هاجي اقول له يا محمود عايز كام، فمحمود خلص كل حاجته وخلاص، احنا بقى هنبدا بقى نتكلم في الفلوس، فانا هقعد مع محمود عايز كام يا محمود، انا عايز 100,000 جنيه ماشي. ماشي في مقابل ايه؟ في مقابل ان انا هاخد السكيلز بتاعتك بالكامل، لو قصرت في سكيلايه واحده انت هتمشي تاني يوم ماشي. فانت شايف سعرك 100,000 جنيه، سعر الماركت في الاندستري بتاعتك هو 50,000، بس انت عايز 100، فانا معناها ان انا هاخد منك الدبل اوف بيرفورمانس، انا هحتاجه ليه؟ لان انت واخد اوف دبل اوف ماركت ماشي. فبقعد اقيسها بحاجات سيئه جدا كده، مهمتها ان انت عايز ترتاح ماديا هريحك ماديا، بس ارجوك قدم لي الناحيه التانيه، انا عايز انجح وانت عايز تنجح. انت توكسيك قوي. بقيت توكسيك. طيب بقول لك ايه، انا في حاجه ودي عايز استخدمها في الهوك بتاع الحلقه. ازاي نعمل بيرسونال براندنج؟ اديني كده خلاصه، معادله سحريه. ازاي؟ اديني حاجه كده زتونه في 5 خطوات مثلا. حلو، روح ابدا من البراند بوزيشن بتاعك والبراند استراتيجي بشكل اكبر بكتير جدا. حاول على قد ما تقدر في حته البيرسونال براندنج، وانت بتفكر ما تفكرش في الكارنت سيتويشن ايه، عشان انت مش بتبني البيرسونال براندنج فور كارنت سيتويشن، انت بتبني البيرسونال براندنج عشان يسبورت الكارنت سيتويشن ويبني معاك الفيوتشر سيتويشن. فانت لازم تبص على البوزيشننج وتبص على البراند استراتيجي بتاعتك. مش لازم تطلع تعمل ريل، باي ذا واي البيرسونال براندنج مش معناه ان انت يكون عندك 100,000 فولور، مش لازم تطلع تعمل ريلز، مش لازم تظهر لنا كل ربع ساعه. بس في سيتويشنز كتيره جوه البيرسونال براندنج اللي انت محتاج تفكر فيها، المسج بتاعتك رايحه ازاي، النتورك بتاعتك عامله ازاي، الانفستمنت اللي انت هتحطه في اسم هيوصلك ليه اصلا. فانت هتبص على البوزيشننج وهتبص على البراند استراتيجي، ثم بعد كده هتبدا تبص على هتكلم مين وليه اساسا بتعمل بيرسونال براندنج، وهل البيرسونال براندنج مفيد ليك ولا مضر. لان احنا شفنا ناس في اتجاه ان هي تقضي على الكارير بتاعها عشان بتعمل بيرسونال براندنج اصلا. فهل البيرسونال براندنج مفيد ليك ولا مضر ولا شيء مؤذي جدا في قدام؟ ف... فلما هتقدر تجاوب على الاسئله دي هتبدا ان انت تبدا تبص بشكل اكبر، هل انت عايز الموضوع ده فور مور فولورز ولا فلوس اكتر. لان انت لو عايز الفلوس اكتر مش لازم فعلا يكون عندك 100,000 فولور. احنا شفنا ناس، يعني انا في واحد صاحبي في يو كي اسمه نيكو بعد ما وصل ل 100,000 مسح الاكونت، مسح كل حاجه من الاكونت، سايب الصوره دي سايبها بقى لها 6 او 7 شهور، صوره واحده عشان يثبت ان الاكونت ده حقيقي لا اكتر ولا اقل. فمش اوه. لازم ان انت معنى ان انت عايز فلوس ان انت يكون عندك فولورز كتير. هو بعد ما ريتشنج نمبر معين هو خلاص، هو مش عايز حاجه اصلا، هو الرقم ده لمجرد الرقم. الفلوس بقى ليها ويز تانية مختلفة تقدر ان انت تجيبها، بالعكس انت تقدر تجيب فلوس من اول ما يبقى عندك 1000 فولور او 2000 فولور. وباي ذا واي مش لازم اصلا يكون عندك فولورز عشان تعمل فلوس، يعني دي حاجة مهمة تتقال. فانت لو عايز الفولورز فور جاست ان انت تقعد مع صحابك تقول انا عندي 100,000 فولور، محتاج استمرارية بشعة وظهور كتير على السوشيال ميديا لو انت بتفكر في الفولورز. اما لو بتفكر في الفلوس فاحنا هنا بنروح نبني بزنس، مش بنبني جاست بيرسونال براندنج. فاكر حته الفريلانسنج ماشي، هي بتبقى زيها شويه، بس في قطاعات زي الانفستورز والسي اوز والناس دي لا، احنا الموضوع بيبقى مختلف شويه، لان الموضوع مش هقول لك بيبقى معقد، بس اقل غلطه في الدنيا هي مش هتدمره، هي هتدمرنا احنا.
فاهم؟ فاحنا بنخاف نغلط عشان الناس دي لا، هو ما ينفعش ان انت تغلط معاه عشانك انت. فاهمني؟ فاهم. ف فبوزيشننج براندنج جولز هتروح ازاي، والجولز دايما بتبقى قبل البراندنج استراتيجي. ثم بعد كده التشانلز اللي انت هتروح بيها، وهتروح لمين تحديدا، وعايز منه ياخد اكشن ايه في الاخر. الديجيتال السوشيال ميديا هي تول صغيره جدا في البيرسونال براند، تول صغيره بشكل بشع يعني. ده انا اكتشفته بعد فتره طويله. ممكن يعني يكون عندك هاي بيرسونال براندنج مجرد ما انت هتدخل اوضه كده. الاوضه دي كلها سي اوز من العيار الثقيل جدا. بس انت وانت داخل، فانت ما عندكش سوشيال ميديا، بس انت وسط الناس دي. انت شخص مرعب. فده براندنج بشكل معين. ماشي. فالفكره كلها انت عايز تبني ازاي، وتروح لفين، وتوصل لايه. ثم بعد كده تاخد قرار بيرسون براندنج. بيرسون براندنج از نوت ريلز. البيرسون براندنج ملهاش علاقه بالريلز. مش معنى ان انا يعني لو عايز تعمل بيرسون براندنج تعالى اعمل ريلز كتير، والله ما لها اي لازمه والله. ماشي. اللي ليه لازمه الدايركشن اللي انت ماشي بيه. ليه؟ انا عندي برودكشن هاوس. فانا لو جيت كلاينت بيرسون براندنج يقول لي تعالى نصور 30 ريل او 20 ريل او 15 عشان عايز اعمل بيرسون براندنج. طب رايح فين؟ لا انا عايز اعمل، ماشي خلاص يا باشا يعني. از برودكشن ادخل صور. لو انت داخل لجورس دايركت يا باشا، مش هشتغل معاك تناكة مني. بس مش هشتغل معاك عشان انت مش عارف انت رايح لفين. فانا لما هدي لك اوبشنز روح لها، انت هتلاقي نفسك تايه اصلا. فانت مش عارف انت مش عارف نفسك. فانا مهما فاهم. قدرت ان انا اقدم لك سولوشنز، من الاخر مش هتدخل تشتري سيرفيس، هتدخل تشتري فاهم. كوتش بس. فده فاهم كده قصدي. بشكل سريع ماشي، ومجمل. حلوه الزتونه دي. طيب خليني اسالك سؤال تاني معلش. ممكن تقول لي من موبايلك، من السكرين تايم في موبايلك، ايه افضل او اكتر 5 ابلكيشنز انت بتستخدمهم يا on لهوي على daily basis؟ سيتنج، سكرين تايم. وما تعملش سكيب لاي ابلكيشن. لا والله انت هتلاقيها العاب. انا لسه عمر اصلا كنت بقول له افتح لي موبايل وين سكرين تايم قلت هو له ان انا شاء الله بقول ان شاء الله ما الاقيش اونلي فانز. لا لا لا، عمر مستواه المادي ما يعملش اشتراك في اونلي فانز. عمر مستواه المادي يعمل حاجه. انا انا هوب هفضل هوب هوب محترم هوب. معاه. انا بجيب الابس منين عشان ابس ليميت. اوكي، سي اول ابس. عايزه اخر اسبوع صح؟ ماشي. ماشي. هتلاقي عندك بوكيمون يونت. ماشي. ده ايه بوكيمون بوكيمون يونت يونت؟ لعبة اه. بوكيمون. ماشي. هتلاقي عندك الواتساب 3 ساعات. خلال ال7 ايام اللي فاتوا دول الواتساب 3 ساعات. فده ما يغركش الرقم ده الواتساب الشخصي. ماشي. جامد. هتلاقي عندك الانستجرام 3 ساعات. الكروم 4 ساعات، 5 ساعات. مش عارف انا ليه اوه. بستخدم الكروم 5 ساعات على الموبايل. موبايل. الماسنجر برضو 5 ساعات. الفيسبوك 13 ساعة. اوه. جامد. فعدد ماشي. السوشيال، بس استخدمت السوشيال خلال 7 أيام 20 ساعة. الفاينانس والابس بتاعت الانتاجية والفاينانس 5 ساعات. الجيمز 7 ساعات. جامد. طيب اخر حاجة عايزها بس تقولها للناس. ادي الناس نصيحة بكورسات، بكتب، عايز تقول اي حاجة نختم بيها. اشتروا من الريد تو ليد. خويا خويا. عظمة. انا لو انصح حد جونيور او ميد ليفل، ما تشتريش كورسات. بص، على المستوى الشخصي انا مش هشتري كورسات ولا هقرا كتب. انا انزل اشتغل. انا راجل بحب اتعلم من تحب الشغل. توسخ ايدك يعني؟ اه. انزل اشتغل، انزل والله العظيم انزل اشتغل على قد ما تقدر. الكورس اليوم لما هيقدم لك 10 20% من النولج، فانت في الاول وفي الاخر لما تطبقهاش ارمي يا باشا في الجنب. ما شاء الله الكتب عليك، صح. الكتب من الناحيه التانيه. انت عارف الكتاب اللي انت اديتهوني بتاع الجروس؟ انت مديهوني بقالك سنتين. جروس بلاي بوك، اه. انت مديهوني بقالك سنتين. انا اصبر هقول لك انا فين. متهزرش بقى. والله العظيم.
خلاص يا متولي، ده بقاله سنتين. انا لسه في هاو تو سيت هاو تو سيت اب يور ماركت. ماشي، انا في صفحه 79 بقالي سنتين. يا ريتك ما قلت لي. بقول لك ايه، بص اقول لك على حاجه، انت بتقرا كده على ستراكشر معين. طيب الجروس عشان يتعمل فهو محتاج السيتويشن دي. ما هو انا حلو ان انا قريته زي الفل، ما بس انا ما عملت، مش عارف اطبقه عندي. فتعالى اروح اطبقه. الكورس اللي انا خدته مع عبد الله عامر، كورس تراكشن، انا الكتاب 300 صفحه، انا في صفحه 80. انا بروح اقرا الحاجه، اروح اطبقها، عكيت فيها، هرجع ادور لها على حاجه ذاكرها. ما عكتش، تعالى يا عم ندخل على الفصل اللي بعده. فعلى فاهم. قد ما الكورسات حلوه، انا ببيع كورسات وعندنا اي بوكس بنبيعها. بس في الاول وفي الاخر، لو انت عايز تقوي نفسك بشكل حقيقي، انزل اشتغل، عك صح. واغلط. اغلط على قد ما تقدر، ولو الشركه اللي انت موجود فيها مديالك مساحه ان انت تغلط، ارجوك اغلط اكتر. بص، اللي كنت بقوله لك ان المايند سيت دي عبقريه، من حته ان الناس فعلا، عارف انت فكره الرمضان، لما الناس بعد الفطار بيفضل يشرب ميه ويشرب ميه، هو انت ارتويت من اول كوبايه. فهي الناس فعلا حرفيا بتجمع ميه وبتشرب كتير على امل ان هي ترتوي. انت يا حبيبي مش محتاج كل النولج دي، انت فعلا محتاج تنزل توسخ ايدك. فالمايند سيت انت بتقولها دي، انا توتالي اجري معاك، لان هي فعلا هو ده الصح. انت مش محتاج تذاكر كل ده. انا مش محتاج ان انا اذاكر جروث زيك، انت راجل ده تخصصك. انت مش محتاج تذاكر كونتنت. احنا يوم لما نكون محتاجين، احنا محتاجين نذاكر ماركتنج بجد، ده تمام. بس مش معناه صح. ان انا محتاج اروح اذاكر بي ار عشان انا عندي تاسكايه بي ار ممكن اعملها في المستقبل. يا عم التاسكايه دي بكام؟ ب 1000 جنيه. طيب يا عم هات حد يعملها، ومش مهم انت تطلع عليها مكسب ولا مهم اي حاجه. بص اقول لك على حاجه. وانا بتكلم، يعني انا دايما زوجتي وهي بتتكلم معايا تقول لي طيب انت ما عرفتش موضوع مش عارف، اقول لها ليه هدخل دماغي معلومات زياده انا مش لازم اعرفها. بس فانا جامد. لو حتى في الشغل لما كانوا جايين بيتكلموا معايا مره في كالندر وبيقولوا لي، قلت لهم هل مهم اعرفها؟ الاجابه لا. فليه هتيجي تقولها لي؟ فماليش فما يعني. تحشيش يعني. ما تدخلش دماغي معلومات ما هو البروسيسور ده ممكن يتحرق في وقت من الاوقات، فانا عايز اتحافظ عليه قبل ما اتجن. بس جامد. بص، انا والله القعده معاك النهارده ممتعه جدا، وفعلا اتمنى ان احنا ننزل كمان نقعد اوف لاين، او نكرر القعده دي مره تانية. يا باشا فشكرا شرف والله ليا. ليك يا متولي على الفرصه دي. حبيبي انا انبسطت قوي ان انا قعدت معاك. انت من الناس اللي انا بحبهم جدا، واللي دايما الله يعزك. بذكرهم بالخير، والله مش رياء ولا اي حاجه. الله بس انت يعزك. فعلا من الناس اللي محترمه جدا في السوق ده. على راسي والله. مش معنى كده ان باقي الناس اللي في السوق مش محترمين، يعني هو مفهوم. هم محترمين. ما عدا محمود، ما عدا عمر محمد. ليه بتنكشه؟ ليه بتنكشه؟ يا ابني والله العظيم كنا قاعدين بنتكلم في مره في حاجه، فلقيته بيقول لي بص يعني نصرف 40,000 دولار نجرب لا لا، ماشي عمر ماشي. عمر كده بفلوسي، يا عم بفلوسي وبمالي انول اللي في بالي، فاهم؟ حتى لو هيفلس هو ماشي يا عم روح. لا انا عمر قلت له اصلا عمر في الحلقه بتاعته جيبك مخروم. لا عمر انا بحبه قوي. هو من الشخصيات الحلو اللي انت تحب ان انت تقعد معاه. يعني عمر من الناس اللي في ناس كتيره بتكرهه في المجال، عشان برضه اكون فير. بس عمر ما على بنقولش المستوى كده ده. يا متولي، ما والله بنقولش والله كده يا لا لا، متولي. هو عارف ان في ناس كتيره، في ناس فعلا مش بتحبه لمجرد ان هو عمر. يعني دي برضه حاجه احنا لازم نفهمها. صح. بس انت على المستوى الشخصي لا يا عم، عمر راجل وحلو، وتتبسط صح. بالقعده معاه وتتبسط بالكلام معاه. ولما بتحصل مشكله كده او حاجه، طب تعالى يا عم، تعالى بص بتتعمل ازاي، طب تعالى نعملها. فهو من الناس دي. فانا صح. اتبسطت بيك، وربنا يا رب يديم الود يا للجميع، رب يا وربنا رب. يرزق الجميع ويزيد الجميع يا رب. وشكرا ليك والله العظيم على الدعوه الكريمه دي، ودي شكرا شرف ليك والله ليا يا بجد. متولي. حبيبي يا الله صاحبي. يعزك على راسي والله. ماشي، شكرا حبيبي. يا متولي، سلام عليكم.